السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، بخير كلشي مزيان. I hope you're doing well. شوف، من بين أفضل الطرق باش أننا نوجدوا المباراة ديال التعليم هي أننا نخدموا على امتحانات سابقة، وهذا الشيء هذا لجوج ديال الأسباب. السبب الأول هو أنه فاش كنخدم امتحانات سابقة يعني كنفاميلياريزي راسي بالامتحان. كاين بزاف منكم اللي غيدوزوا الامتحان لأول مرة يلا غيشدوا ليسونس ديالهم، فاش كتخدم امتحانات سابقة أول حاجة كتفاميلياريزي راسك بالامتحان، كتاخد فكرة على الصيغة ديال الامتحان، كيفاش كيتحطوا الأسئلة، باش هكا كتبني واحد الصورة واضحة على شنو تتوقع النهار ديال الامتحان. وهذا الشيء كيعاون بزاف، ما كيبقاوش عندك ديك التساؤلات ديال كيفاش كيكون الامتحان، شنو كيحطوا، كذا وكذا وكذا. هاد الفاميلياريتي هادي كتعاونك فاش كتكون كتخدم وكتبريباري. السبب الثاني هو انه فاش كتخدم امتحانات سابقه كتاخد فكره على الدروس اللي كيتحطوا، الاسئله كيفاش كيتصاغوا، وحتى الدروس اللي كيتعاودوا. فاش كتخدم الامتحان الاول والثاني والثالث فكتكون واحد الفكره على الدروس اللي كيتعاودوا، وهذا الشيء بطبيعه الحال كتاخذه بعين الاعتبار فاش كتكون كتبريباري، كتبازي على الدروس اللي كيتعاودوا. فداك الشيء علاش في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصحوا الامتحان ديال 2023 ديال ماده الديداكتيك. اوكي، الدوره ديال 2023. غادي نصحوا ان شاء الله، يعني غنصحوا 10 ديال الاسئله. السبب هو انه حتى كما راكم كتعرفوا كنوقفوا على كل سؤال كنوقفوا عليه، كنشرحوا الاختيارات، كنتعمقوا فيه، باش مثلا كل سؤال كنحاولوا كنستافدوا، كنشوفوا الدرس اللي كاين ولا الدروس اللي كاينين في داك السؤال، وكنحاولوا ان منها كنصحوا الامتحان، منها كنراجعوا. انا راه ماشي هاد الفيديوهات هادو ماشي كنديرهم غير باش نصحوا الامتحان ونعرفوا الاجوبه، ولكن بمثابه كتبريباري الامتحان، يعني كنخدموا حتى الدروس وكتكون بمثابه مراجعه، فباش اننا نقدروا اننا نوقفوا عند كل سؤال بوحدو. غادي نمشيو 10 ديال الاسئله باش هكا نكونوا شويه يعني منظمين في الخدمه ديالنا، وحتى غناخذوا وقتنا في الشرح وفي يعني في التحليل ديال كل سؤال. اوكي، هادشي اللي كاين. مهم نتوما ما تنساوش النوت بوك ديالكم، ضروري فاش تكون كتقرا حاول تنوطي المعلومات اللي كيبانوا لك مهمين، حاول تكون اكتيف ليرنر، ماشي غير دير الفيديو تبقى تسمع صافي. بالنسبه قلنا لهذا الامتحان هذا هو ديال ديداكتيكس، كما كتشوفوا هنايا عندنا المعامل 12. بالنسبه للديداكتيك المعامل ديالها 12، المده ديال الانجاز راه ساعتين، كدوزو ساعتين، ماشي بحال شحال هادي كان الامتحان ديال التخصص وديال الديداكتيك كانوا كيجمعوه في امتحان واحد، ولكن في الاونه الاخيره ولاو وليتو كدوزو الامتحان ديال التخصص بوحدو فيه 4 السوايع، وديال الديداكتيك فيه ساعتين. اوكي، هادشي اللي كاين. اوف كورس ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب، لان بطبيعه الحال السيبورت ديالكم راه هو اللي يخلي هاد الشين هادي تبقى غاديه للقدام. ما تخسر والو، لايك شير ذا فيديو with your friends اللي عندهم الامتحان and let's get started. بالنسبه للتعليمات هادو ماشي دابا نهضروا عليهم، من بعد غادي ندوزو نيشان نشوفوا السؤال الاول. اوكي، السؤال الاول كيقول، الصوره كنظن راه واضحه. السؤال كيقول the term refers to list of content to be taught through a course of study. كاين واحد التيرم، كاين واحد الكونسيبت اللي كيشير لينا list of content to be taught. فاش كنقول list of content هي واحد اللائحه ديال الدروس، انا to be taught اللي غادي تقراو للتلامذ. اوكي، through a course of study. هاد الديفينيشن هذا ديالاش، هاد التعريف ديالاش، واش ديال curriculum ولا ديال method syllabus or approach. اول حاجه غادي نفهموا هنا يعني هاد الديفينيشن مزيان، غادي نقلبوا على الكيوردز ديالنا هما عندنا course of study وعندنا list of content to be taught. اوكي، اول حاجه شنو كنديروا، هذه ديما كنقولها وكنعاودها كنذكر بها. اول حاجه كنحاول يعني كنإليميني الاختيارات اللي واضحين انهم خاطئين. هذه اول حاجه كندير، واخا يبان السؤال بسيط وواضح ولكن ما كنريسكيش، لان الامتحان هذا ديال التعليم ماشي شي امتحان اللي عادي. عندنا curriculum غادي نخليوها. method هذه شنو كدير هنايا؟ method حنا كنعرفوا يعني method هي واحد الطريقه ديال التدريس، method of teaching. حنا كنعرفوا الميثودز، كاين direct method، كاين audiolingual method، كاين grammar translation method. اذا هذا التعريف ما عندوش علاقه، فاذا كنحيد الاختيار بي. syllabus اللي هو المقرر الدراسي حتى هو كنخليه، وعندي approach يعني تقريبا بحال method، حتى هو it's an approach of teaching اللي عنده البرينسيبلز ديالو، عنده علاقه في التيتشين كيفاش كنقري. فاذا كنحيد B and D وكيبقاو لي A and C واللي هي curriculum and syllabus.
ضروري هذا السؤال هذا غيحتم علينا اننا ندويو على الفرق ما بين curriculum and syllabus. بزاف الناس كيتسائلوا شنو هو الفرق. الفرق بسيط، الا فهمت الفرق غادي نعرف نجاوب على هذا السؤال هذا. اوكي، نبداو بالكريكولم، وغادي ناخذوا يعني المثال ديال الهاي سكول، ديال يعني الثانوي، اما هاي سكول تيتشر، وغادي ناخذوه كمثال. مثلا نشوف واحد الليفل معين بحال البكالوريا. مثلا في البكالوريا يعني في مقرر ديال البكالوريا، او يعني في البروغرام ديال البكالوريا، الشعبة العلمية مثلا كتلقى عندهم مواد كيقراوهم. في المراقبة مثلا شنو كيقراو فيزياء، علوم حياة والارض، كيقراو يعني الرياضيات، لونجلي، فلسفة، كذا 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 كذا. يعني هذا البروغرام كامل، فاش كنهضر على البروغرام كامل هنا كنكون كنهضر على الكوريكولم، يعني واحد البرودر بلان، واحد البلان، ولكن اتس برودر. علاش كنقول يعني برودر؟ لان كتشمل ليا جميع المواد المدرسه، ماشي غير ماده واحده. اوكي، نكتبوا هذا الشيء هذا. غادي نشوفوا curriculum versus syllabus. اوكي، curriculum. فاش كنهضر على الكوريكولم it's a broader، يعني واحد البلان، ولكن واحد البلان اللي هي شامله. we're talking about a broader plan for an educational، باش نكملوا التعريف، for an educational program. هنا كتشمل لي يعني واحد البروغرام كامل. وهنا راه كنهضروا at the level of institutions. يعني باش كنهضروا يعني على الكوريكولم كنهضروا على المؤسسه ديال الدوله، مدرسه ديال الدوله، ولا واحد المعهد، ولا كنهضروا يعني بواحد الشموليه. هاد البلان هادي شنو فيها؟ هاد البلان كتشمل ليا جميع الامور اللي عندها علاقه بالتيتشين. فاول حاجه حنا قلنا كتشمل ليا جميع المواد، ولكن قبل غادي نهضروا على الفلسفه اوف تيتشين. كتكون بعدا كتبازا على واحد الفلسفه اوف تيتشين. يعني هاد مثلا الدوله بطبيعه الحال راه كتكون كتانسبيرا يعني من التوجه ديال الدوله، وشنو الدوله بغات اننا التلاميذ يقراو. اذا داك الشيء هذاك ما كنناقشوش. ولكن الا كان واحد المعهد ولا كانت واحد المؤسسه خاصه، فراه داك الفلسفي كتعكس التوجه ديال ديك المؤسسه، وكل واحد كتكون عنده فلسفيه في تيتشين ديالو، وليش كيعطي اهميه. اذا كتكون كتبازا على واحد الفلسفيه في تيتشين. دابا هنا يعني غنهضروا على الكومبوننتس يعني ديال الكوريكولم. ضروري كتكون فلسفي. اوكي، عندنا واحد الفلسفيه في تيتشين، فلسفي. زيد شنو اخر؟ كيكون عندي الجولز اند اوبجيكتيفز. اوف كورس عندي واحد الاهداف، واحد الغايات معينه. شنو هما الاهداف والغايات؟ هادشي كامل كنهضروا يعني على الكوريكولم ديزاين. فاش كيبغيو يديزاينيو لينا هذا الكوريكولم، هذا المنهاج الدراسي، هادشي اللي كياخذوا بعين الاعتبار. فكيكون عندي goals and aims، goals and objectives. اوكي، شنو اخر كيكون عندي؟ كيكون عندي the content. وهنا كنهضروا على all subjects، يعني المواد كاملين. مثلا بالنسبه للثانوي التاهيلي المقرر البكالوريا، المواد كاملين، الكوريكولم كيشمل ليا all subjects. اوكي، يعني it includes all subjects. اوكي، زيد مازال ما ساليتش. عندي الميثودز اند ابروتشز. من ميثود غادي نخدم بها؟ شنو الابروتش اللي كانت انسبيرا منه؟ مثلا في الهاي سكول عندنا the standards based approach. اذا حتى هي نزيدوها هنايا. عندنا methods and approaches. يعني شوف، يعني فاش كنقول يعني it's a broader plan، فاش كنقصد؟ هادشي كامل. شنو قلنا اخر؟ عندنا methods and approaches. زيد واش مازال؟ كيكون عندنا حتى الاسسمنتس. شنو هي الاسسمنت؟ هي التقويم. كيفاش النظام ديال التقويم غيكون؟ كيفاش التلاميذ غيتمتحنوا؟ حنا كنقريو التلاميذ، ولكن كيفاش غيتمتحنوا؟ شنو هي الصيغ الممكنه؟ مثلا نعطيكم مثلا مثال بالنسبه لينا حنايا، مثلا انجليش تيتشرز. شنو كنديروا؟
مثلا في كل دوره كيخصنا نديرو 2 quizzes and 1 test. فيعني at the end of a unit او 2 units فاش كتساليهم كدير واحد الكويز، كتسالي داك الكويز عاوتاني كدير كويز واحد اخر. عندنا 2 quizzes وفي الاخر ديال الدوره كنديروا 1 test. هذه بالنسبه يعني للمراقبه. وكتكون واحد النقطه ديال الانشطه اللي كتكون كتشمل ليا البارتيسيبيشن ديال ستودنتس، كتكون فيها الديسيبلين، كيكون الاتندنس، كيكون الماتيريالز. سو هنا علاش كنهضروا على الاسسمنت. اوكي سو هذا هو الكوريكولم. الكوريكولم راه شامل، يعني فاش نلقاوه مثلا في الاسئله راه واضح جدا. فاش كنشوف هادو هما الكي ووردز ديالي. مثلا فاش يكون عندي في السؤال philosophy of teaching، عندي all subjects، عندي a broader plan، a framework، واحد الاطار كيشمل لي هذا الشيء كامل، فرانا we're talking about a curriculum. مفهوم مزيان. دابا غندوزو للسيلابس. السيلابس شنو الفرق ما بين curriculum and syllabus؟ سو هنا قلنا it's a broader plan، ولكن السيلابس it's specific، it's a detailed plan. علاش قلنا detailed plan؟ لأن عندها علاقة غير بوان subject، one course of study، غير مادة وحدة. سو غادي نقولوا it's a detailed plan inside one of the subjects. سو هنا كنهضروا على all subjects، ولكن هنا كنهضروا على one specific subject. نعطيو مثال بالانجلي، مثلا English. syllabus هو واحد detailed plan مثلا عنده علاقة بالانجليش، بالمادة اللغة الإنجليزية. اوكي سو هنا هاد السيلابس هذا شنو كيشمل ليا؟ شنو هو الكومبوننتس ديال السيلابس؟ عندي اول حاجه عندي يعني تا هو عندي كونتنت، هو كيكون فيه كونتنت. غير هو الكونتنت. شنو هو الكونتنت في السيلابس؟ هو الليست ديال الدروس، يونيتس. مثلا بحال دابا مثلا في الثانوي التاهيلي في البكالوريا مثلا عندهم 10 يونيتس، عندهم 10 ديال الوحدات، وكل وحده مثلا عندها واحد تيم، واحد العنوان ديالها مثلا، وكل وحده كتلقى فيها واحد دروس معينه، درس في الفانكشنز، درس في الجرامر، درس في الرايتين، درس في الريدين. سو هذا الكونتنت هو داك الليست ديال الدروس. اوكي سو عندنا الكونتنت وعندنا سيكونس، او اللي كنسمى سيكونسين. شنو هو السيكونسين؟ هنا بطبيعه الحال فاش كنشدو دوك الدروس كيخصنا نديرو لهم سيكونسين، بمعنى نرتبوهم بواحد الترتيب معين. وحتى داك السيكونسين ما كيكونش عشوائي، يعني كيدار بواحد، يعني يقدروا يكونوا مثلا فاش كيحطوا داك السيكونسين كيدار يعني اتس يعني كيما نقول شنو غادي نقولوا عليه كونشس، اتس كونشس، يعني اتس نوت يعني راندوم. مثلا الدروس ديال الجرامر يقدروا يسبقوا مثلا دروس اللي هي شويه بيسك ويخليو الادفانسد من بعد. الفوكاب مثلا، ولا مثلا رايتين قبل ما يحط لك 5 باراجراف اساي يقدر يحط لك باراجراف هي الاولى. السيكونسين كيمشي بواحد الطريقه منطقيه. وكيكون عندنا اوف كورس الجولز اند اوبجيكتيفز، يعني انسايد داك الماده هذه كيكون الاهداف ديالنا. شنو هما الغايات والاهداف ديالنا؟ التلاميذ غيديفلوبيو مهارات في الكومونيكاسيون، مثلا cultural awareness، كذا وكذا وكذا. سو كيكون عندنا حتى الجولز اند اوبجيكتيفز. وكيكون عندي الاسسمنت، حتى هي تقدر تكون على حسب داك الماده هذيك. بالنسبه للاسسمنت خلينا قلنا الكوريكولم فاش كتحط الاسسمنت كتحط المواد كاملين، يعني تقدر مثلا كل ماده كيكون عندها واحد النظام ديال الاسسمنت خاص بها. مثلا حنا مثلا في لونجلي كنديروا 2 كويزز اند 1 تيست، ولكن فاش كتشوف مثلا في ماده الفرنسيه كتلقاهم كيديروا واقيلا 4 ديال الفروض ولا 5. الماط مثلا واحد النوع عاوتاني واحد العدد ديال، يعني كل ماده كتلقى عندها واحد الاسسمنت ديالها معين. سو هذه هي السيلابس. السيلابس قلنا اتس ا ديتيلد بلان، ولكن inside one subject, one course of study. سو غادي نكونوا فهمنا الفرق ما بين curriculum and syllabus. دابا ندوزو نشوفوا السؤال. اوكي يو تيك ا سكرين شوت الا بغيتو. شوفوا السؤال ديالنا كيقول the term قالك refers to lists of contents، يعني هنا عندي lists of content. زيد شنو اخر؟
one course of study. يعني a course of study هي subject، يعني مادة معينة. فإذا هنا كنهضروا غير على one subject، ما كنهضروش على all subjects. داكشي علاش غيكون الجواب ديالي شنو هو؟ syllabus. اوكي. بهذه الطريقه كنخدموا الامتحان. حنا غير السؤال دوزنا فيه 15 دقيقه، ولكن هكا كنستافدوا ماشي غير كنصحوا كندوزو، ولكن كنستافدوا من كل سؤال. مزيان. دابا ندوزو السؤال اللي موراه. قال لك سيدي which of the following is an example of an active learning activity in EFL. Which of the following is an example of an active learning activity. So هنا كنهضروا على active learning in EFL. So EFL هي هنا عندنا الكيوردز ديالنا هو ماشي هاد activity غير هنايا بغيت ندير active learning هي اللي بغيت نهايلايتيها، ولكن معليش active learning يعني in EFL. EFL هي we are English as a foreign language. الإنجليزية كلغة يعني أجنبية. سو قبل ما نشوفوا بعد الاختيارات ديالنا خاصنا نعرفوا شنو كنقصدوا بالاكتيف ليرنين. واخا هي راه شرحه راسها براسها الحمد لله، ولكن خصنا ضروري ناخذ فكره على شنو كنقصدوا بالاكتيف ليرنين. فاش كنقولوا اكتيف ليرنين ستودنتس كيكون اكتيف، وهنا فاش كنقول اكتيف ما كنقصدش بها غير فيزيكلي كيتحرك زعما بالجسد ديالو، لا، ولكن هنا كنهضر على المنتال اكتيفيتي، كيكون منتالي اكتيف، كيخدم دماغه، ما كيكونش غير باسيف كونسيومر ولا باسيف ريسيبيانت، ولكن كيكون اكتيف، كيكون كيدير شي حاجه. بحال دابا نعطيكم مثال ما بين الباسيف ليرنين والاكتيف ليرنين. فاش كنقول باسيف ليرنين ستودنتس كيكون كيريسيف الانفورميشن. دونك نكتبوا هادشي هذا. كنظن فاش كنكتبوا كيكون افضل ياك الاخوان. كنضيعوا شويه د الوقت في الكتابه، ولكن قولوا لي واش هكا افضل. كنظن هكا افضل باش كيبقى حتى النوتس كيبقاو باينين. سو هنا نهضروا على الباسيف ليرنين، نهضروا باسيف versus active learning. passive learning. So هنا في هذه الحالة التلميذ كيفاش كيكون؟ نقدروا نقولوا students are just receiving information. Students are passively receiving information. So نعطيو examples ديال مثلا activities where students كيكونوا active. مثلا listening to the teacher, reading مثلا كيقراو شي حاجه. واخا هي هاد reading تقدر يكون حتى هو active، ولكن على حسب type of reading. نقدر المهم اغلبيه reading كيكون passive. students ما كيكونش كيدير شي sophisticated mental effort ولا tremendous، شنو قلت انا tremendous هي هذيك tremendous mental activity ولا mental effort. listening to the teacher, reading something مثلا شنو اخر، كيشوف مثلا كيتفرج في شي حاجه watching a video ولا شي حاجه، يعني ما كيكونش كيدير واحد ما كيكونش active مثلا mentally، غالبا كيكون غير يسيفر. ولكن فاش كنقول active learning كتكون العكس. فاش كنقول active learning so here students are doing something. They are actively engaged. They are thinking. They are using language. They are talking. They are debating. كيكون كيدير، وهذا الشيء بطبيعة الحال كيتطلب واحد المنتال، يعني واحد المنتال effort. So here students are actively engaged in the learning process
مثلا نعطيو أمثلة. مثلا they are using the language, they are doing something, they are thinking, they are actively thinking and using the language. نعطيو أمثلة. مثلا debating, when students are debating a topic, when they are communicating with their peers. When they are communicating with peers, when they are making decisions. بحال مثلا تقدر تكون عطيهم شي task where they have to make decisions, where they have to solve a problem, make a decision. مثلا to plan a trip, مثلا to design a budget ولا to build a budget for a trip. التلميذ خاصو يجيب واحد solution، خاصو يدير شي حاجة. writing a short story ولا role playing. So now we're talking about active learning, where students is actively engaged in the learning process. إذا دابا فهمنا شنو الفرق ما بيناتهم ولا اش كنقصدوا بالactive learning. دابا غادي تسهل علينا الجواب على السؤال. هما في السؤال قال لك which of the following is an example، مثال ديال active learning. غنشوفوا الاختيار الأول we have participating in a group discussion about a topic. إلا جيت تشوف راه يلاه دابا دوينا على debating, communicating. So هذا this is an example of an active learning activity. ولكن نخليوها، ما تنساوش نهار الامتحان وخا يبان لكم شي اختيار صحيح شوفوا الاختيارات كاملين. هذه غنخليوها ما غنإليمينيوهاش. B. Listening to a teacher's explanation. Listening. يلا قلنا listening just receiving information. Students isn't doing much. ما كيدير حتى شي حاجة just passively receiving information. So هذا غنإليمينيوه لأن it's not active. Replicating a dialogue. To replicate a dialogue, it's not creative. Students isn't being creative ولا شي حاجة. Just okay, the same dialogue being replicated. So في هذه الحالة حتى هو غيتإليمينا. We have completing a grammar worksheet individually. Again, ديجا تشرح الدرس ديال الجرامر. Students فهم دابا غيكمبليتي الوركشيت. ماشي شي حاجة. Students هنا is being passive. He's not doing much. ولكن فاش كتقول to participate in a group discussion, that's a group discussion. التلميذ داخل في واحد الجروب. التلميذ خصو يحاول يلقى أفكار، يلقى ideas to persuade, to defend. كيكون actively engaged، كيكون كيخدم عقله. So هنا في هذه الحالة of course الاختيار الأول هو اللي اختيار اللي reasonable ولا اللي منطقي، اللي هو participating in a group discussion about a topic. Okay. Now let's move to the next question. قال لك in one of the methods below, the learner's native language is substantially employed in class. Which method is this? Okay. One of the methods. So هذا السؤال عنده علاقة بالmethods of teaching. في واحد من هاد الميثودز هادي the learner's native language يعني اللغة الأم ديال المتعلمين is substantially employed يعني تستخدم يعني في الكلاس بشكل كبير. فاش كنقول substantially هي بشكل مكثف بشكل كبير. إذا شنو هي من هاد الميثودز هادو اللي الاستخدام بالنيتيف لانجويج كيكون كتير. فحنا كنعرفوا الا كنتو ديجا قريتو شويه على الميثودز غادي تعرفوا ولا غادي تكونوا ديجا عارفين باللي we're talking about the grammar translation method. سو ديجا هضرنا عليهم ديجا يعني شرحهم في التصحيح ديال الامتحان ديال 2022. الجرامر ترانسليشن ميثود هي الميثود الوحيده اللي كتبازا على النيتيف لانجويج ديال ستودنتس. يعني اللغه ديال التدريس language of instruction هي النيتيف لانجويج ديال ستودنتس. اوكي سو غتكون هي الجواب ديالنا. دايركت ميثود لا، دايركت ميثود العكس. الدايركت ميثود كتريجيك ديلير. اصلا هاد الدايركت ميثود جات as a reaction to the grammar translation method. حيتاش the grammar translation method ما كانتش كتوجد ليه التلميذ باش انه يسبيكي وانه يكومينيكي. كتعلمو غير الترجمه وتعلمو يفهم literature ديال target language vocab بواحد الطريقه ميكانيكيه.
التلميذ ما كيخرجش كيقدر يدويب مثلا باللغه ويعبر على راسه. دايركت ميثود كترفض لي هاد النوشن نيتيف لانجويج وكتقول لك باللي النيتيف لانجويج is not allowed، خصناش نخدموها كاع في الكلاس بتاتا. يعني كتباز على هذا المفهوم ديال انه يعني only the target language اللي خاصنا نخدموه في الكلاس. بالنسبه يعني الاوديو لينغوال ميثود كذلك، هذه حتى هي كتباز على البيهيفيوريزم وكتعتمد على listening. التلاميذ كيسمعوا بزاف وكيعاودوا، كيسمعوا short dialogues وكيعاودوهم حتى كيوليو habits. عندنا total physical response كذلك حتى هي غير target language، ما فيهاش native language بتاتا. كيبقى لنا الجواب ديالنا هو the grammar translation method. Okay, nice. Now let's move to the next question. قال لك what is the main purpose of a curriculum in EFL؟ واحد السؤال واحد اخر على الكوريكولم، شنو هو الغايه الهدف يعني من الكوريكولم؟ واش first one we have to keep students busy with different types of activities. This is specific، هادشي كيوقع في الكلاس. وحنا قلنا الكوريكولم شنو هو؟ it's a broader plan. الكوريكولم ما عندوش علاقه غير بماده وحده، عنده علاقه بجميع المواد. اذا ما عندوش علاقه ب what happens in class. هادي to keep students busy with different types of activities. هنا كنهضروا على حاجه واحده اخرى، يعني كأستاذ في القسم شنو غتقدر دير باش تخلي التلاميذ مشغولين. هذه هنا الاختيار عنده علاقه يعني بكيفاش انك يعني تماناجي الميز بيهيفير. من الامور اللي كتخليك انك كتكونترولي الكلاس ديالك، كتخليك ان التلاميذ ما كيديروش الشغب، هو انك كتخليهم بيزي، ديما كتخليهم مشغولين، ما كتخلي لهمش وقت الفراغ فين يقدروا يهضروا او فين يقدروا يفكروا في حاجه واحده اخرى. فاذا ما عندهاش علاقه بالكوريكولم. We have to create a strict daily schedule for teachers and learners. So here we're talking about timetables. كنهضروا على الوقت اللي غيخلي الأستاذ والتلميذ كيحترموا واحد الجدول معين ديال الوقت. We're not talking about curriculum. We have to help students enhance their knowledge of grammar. So again, this is specific. أما الcurriculum, it's broad. And the last one, we have to provide a framework for teaching and learning. يلا قلنا قبيله بلي راه curriculum it's a framework اصلا، هو واحد الفريمورك كيشمل ليا المواد كاملين، كيشمل ليا الفلسفي aims and goals methods and approaches. اذا كيبقى الجواب ديالي هو دي. الكيورد ديالي هو هذا الفريمورك هذا. اوكي، اللي عنده again شي سؤال ولا اللي عنده شي مداخلة make sure you connect with me in the comment section and let's talk about it. السؤال اللي موراه which of the following is not typically a component of a well-structured EFL curriculum. السؤال الثالث اللي عنده علاقة بالكوريكولم. هنا غنردوا البال حيت ما قالوا لناش what is not. انا عندي هاد نوت هادي، فاش تكون عندي نوت ضروري نرد البال. يلا هضرنا حنا على الكومبوننتس ديال الكوريكولم. وما هادو الكومبوننتس ديال الكوريكولم، فاحنا شنو غنديروا في السؤال؟ غادي نخليو الكومبوننتس وغنمشي نقلبوا على شي حاجه اللي ما كايناش ما بين هادو. اوكي، قال لك سيدي learning goals and outcomes كاينه. we have goals and objectives and outcomes، ها هي. زيد we have assessment، ها هي. we have educational philosophy، ها هي. إذا كيبقى لنا الاختيار الأخير واللي هو detailed lesson plans. فاش كتشوف detailed هذه عندها علاقة بالسيلابس ماشي بالكوريكولم. هذا الأخ هذا اللي جاوب على هذا الامتحان، هذا هو الامتحان اللي لقيت الصراحة ما لقيتش شي فيرجن اللي زعما جديدة اللي كاليتي مزيانة. لقيت غير هذه اللي ديجا ديال شي واحد دوز الامتحان ودار هاد العلامات هادو هنايا. فهاد الشخص هذا راه خطأ في هذا السؤال هذا. هو دار لهم educational philosophy، ولكن هي الفلسفي ضرورية في الكوريكولم. هذا هو اللي ماشي component، هو detailed lesson plans. اوكي، detailed lesson plans. amazing. الاخوان الا كنتو كتستافدوا ما تخسروا والو، لايك الفيديو، شي كومنتس كيشجع، شير ذا فيديو مع الناس اللي كيوجدوا المباراة، باش هكا كتشجعوا حتى هاد الشين هذه المتواضعه كتشجعوها باش تستمر. ندوزو للسؤال اللي موراه اللي هو السؤال السادس.
قال لك which of the following is not a feature of learner-centered instruction. Okay, so هنا we're talking about a new concept اللي هو learner-centered instruction. قال لك which of the following is not a feature ديال هاد learner-centered instruction. ولكن قبل حنا ما نشوفوا الاختيارات ضروري نهضروا على هاد learner-centered instruction. what is it؟ شنو هي؟ شنو كنقصدوا بها؟ الحمد لله. so فاش كنقولوا learner-centered، learner student كيكون هو السنتر ديال attention، كيكون هو الفوكس، كيكون التركيز ديالنا على student. يعني هذا واحد النوع ديال التدريس، واحد الابروتش اللي كيركز ليا على student وماشي على teacher. اجي نكتبوا هذا الشيء هذا، واخا نكتبوا غير شي جوج ديال الافكار. هنا تقدروا مثلا تلقاو شي مره learner centered approach، تقدروا تلقاو learner centeredness، او تقدروا تلقاو learner centered instruction. they're all the same. learner centered instruction. قلنا باللي شحال هذه كان التركيز على الاستاذ، كان الاستاذ هو اللي كيقوم بكل شيء، الاستاذ كيشرح الدرس، كان التلميذ كان غير متلقي. كانت واحد الجاب ما بين teacher و students، كانت واحد يعني واحد الاوثوريتي اللي هي مبالغ فيها. وكان يعني كان الاستاذ هو the main source of information، الاستاذ كان هو المصدر تقريبا الوحيد ديال المعلومه. ولكن دابا لا، دابا يعني دار واحد الشيفت، ولا حتى students ولينا كنركزوا عليه، ولا حتى students ولات عنده واحد responsibility باش انه يكون جزء حتى هو من داك العمليه التعليميه التعلميه. اوكي، ما بقاش غير passive consumer ولا passive recipient ديال information، ولا حتى هو active، ولا حتى هو يقدر يبيلد الانفورميشن، ولا حتى هو يقدر يعطينا الانفورميشن. اوكي، انا كنحاول نشرح لكم بالدارجه، غنسميوه الديداكتيك بالدارجه، و at the same time كنعطيكم نويطات بالانجلي باش نتوما تكونوا الفهم ديالكم وتنوطيو بالطريقه اللي كتناسبكم واللي تخليكم تبقاو عاقلين على المعلومات. لان الديداكتيكس خاصنا نوجدوا ليه بواحد الطريقه اللي هي ذكيه. الديداكتيكس ما كيتحفظش، ما شفتوش نبقاو نحفظوا الدروس، كنفهموه، لان الديداكتيكس راه اتس ساينس، راه علم، ساينس ديال تيتشين وديال ليرنين. علم يعني it should be applied، اللي كنخدموه. يعني الا فهمناه اول حاجه غادي فاش يعني ان شاء الله تقبلوا في الكونكور وتوليو اساتذه، هادو كاملين هاد الشيء، هاد الكونسيبت راكم غتحتاجوهم في الخدمه ديالكم. ولا خدمتي بهذه الطريقه يعني نتوما كتشوفوا الامتحان كيتحط عن طريق وضعيات، ما كيتحطلكش، ما كيبازيوش غير على الحفظ، لا، كتحط لك وضعيه فاش كتكون فاهم، كتكون قادر على انك تتعامل مع الوضعيات وتلقى الجواب الصحيح. اوكي، شنو قلنا؟ the focus is no longer on the teacher. The focus is no longer on the teacher. في هذا learner centered instruction the main focus is now on the student. هادشي شنو كيعني؟ فاش كنركز على التلميذ كنحملو حتى هو المسؤوليه، كنشجع التلميذ باش يفكر، كنشجع التلميذ باش يكتشف، باش يسول اسئله، باش يبيلد المعلومه او يعني داك المعرفه، باش يكون حتى هو مشارك في بناء ديال المعرفه. اوكي، عن طريق اوف كورس الابروتش والميثود اللي كنخدم بها. هنا نقدروا نهضروا على الديسكفري ميثود ولا الديسكفري ابروتش. هو واحد الميثود اللي كتبازا على انك تخلي التلميذ هو اللي يلقى مثلا القاعده، هو اللي يفهم عن طريق واحد التكنيكس اللي كانت تخدمهم، عن طريق الاليسيتين،
كتخلي التلميذ هو كيتشجع باش انه يبني المعرفة ديالو ويكون مشارك في المعلومة. Okay? So here we can say students are encouraged to think and discover and ask questions. Students are encouraged to think to discover and ask questions. And ask questions. They're also encouraged to build their own understanding. They're also encouraged to build their own understanding. Then students, they no longer rely on the teacher. ما بقاوش كيعتمدوا غير على الأستاذ ولكن ولاو كيعتمدوا حتى على راسهم. They are critical thinkers. They are encouraged to think independently, to be independent learners, to be autonomous learners. So that's what the learner-centered approach is all about. It's about building autonomy. Students ما كيبقاش كيعول غير على الأستاذ بوحدو. So كنكونوا خدينا فكرة على learner-centered instruction. دابا غادي نرجعوا للسؤال ديالنا. Which of the following is not a feature of learner-centered instruction? قال لك الأولى having learners solve problems. This is a feature. فاش كيكون التلميذ كيكون active كيحاول يلقى واحد solution لواحد البروبلم. هنا راه of course راه التلميذ راه ما معولش غير الأستاذ اللي هو يلقى له solution. هنا is being active. هنا this is active learning. So باش نربطوا المفاهيم مع بعضياتهم هاد learner centered instruction في هاد الابروتش هذا راه students كيكونوا active learners. So هاد الاختيار الاول of course راه this is a feature. وحنا خصنا نلقاو the option اللي ما عندوش علاقة ب learner centered instruction. Second one, explaining language items to students. فين ما تشوف learner centered instruction وتشوف الاختيارات explain هادو ما كيمشيوش مع بعضياتهم. لان هنا شنو قلنا عاد دابا؟ قلنا كنحاولوا كنخليو التلميذ هو اللي يكتشف، هو اللي يبني المعلومه، هو اللي يسول. اما باش نشدو ونشرحوا ليه هنا راه التلميذ كيكون غير متلقي، الاستاذ كيشرح والتلميذ اذا this is not learner centeredness. اذا فاش تشوف explaining هذا راه العكس، هذا راه teacher centered ماشي learner centered، لانك انت كتشرح للتلميذ. ولكن غادي نخليوه نشوفوا الاختيارات الاخرين باش هكا نتاكدوا بلي راه هذا هو الجواب ديالنا. See, we have encouraging learners to inquire. Okay, يلا قلنا دابا encourage students to question, to ask questions. Okay, to inquire here, to ask questions. This is a featured learner-centered instruction. We have encouraging learners to cooperate and collaborate. مع من؟ مع teacher ومع البيرز. راه في learner-centered instruction راه student و teacher كيكونوا they cooperate، كيتعاونوا مع بعضياتهم باش يبنيو الدرس. إذا هادو كاملين features. شنو اللي ماشي feature؟ هي explaining language items to students. This is passive, this is not active. So الاختيار ديالنا هو B. Okay? Alright. Those are next question. Within, use is emphasized over form and functional syllabus is adopted. هنا فاش كنشوف الاختيارات عندي approach, method، هادو approaches and methods. فوحدة فيهم use is emphasized over form، يعني الأهمية كتعطى أكثر للاستخدام ديال اللغة على الفورم اللي هي القواعد. And functional syllabus is adopted. هذا واحد النوع ديال السيلابس اللي كيتبازا على الفانكشنز،
كيكون يعني داك السيلابس مبازي على الفانكشنز. كل يونيت كتكون عندها علاقه بواحد الفانكشن معينه: requesting, complaining, apologizing, asking for opinion. هادو هما المواضيع ديال الدروس. سو هنا قلنا use and form، هذه راه واضحه. الفورم كنقصدوا بها الرولز، القواعد، الاكيورسي، كل ما هو عنده علاقه بالقواعد. اليوس لا، اليوس هو الاستخدام ديال اللغه. what we do with language to communicate, to apologize, to request. اللغه اللي كنستخدموا في الحياه ديالنا اليوميه to get things done. اذا فاش من واحد من هادو اللي كيكون التركيز على اليوس ماشي على الفورم، كيكون كنركزوا اكثر على الاستخدام ديال اللغه. واش learner centered approach ولا the audiolingual method او لا competency based education او لا the communicative approach. اوكي، نشوفوا الاختيار الاول هو اللي يلا كنا كنهضروا عليه دابا، learner centered instruction ولا learner centered approach. واحد الابروتش فيه يعني البرينسيبلز ديالو ما عندهمش علاقه بهاد لي ديتاي هادو، عندهم علاقه غير بان التلميذ كيكون هو الفوكس، كيكون التلميذ كنشجعوه باش انه يكون اكتيف يعني في الليرنينغ بروسيس، ما يكونش غير باسيف. ما عندوش علاقه باليوس اند فورم. هذه هي واحد الميثود اللي سبيسيفيك وعندها علاقه بالتيتشين، هاو وي ديليفر ذا ليسن. عندنا الاوديولينغوال ميثود. الاوديولينغوال ميثود كنعرفوا باللي كتبازا غير على ريبيتيشن. التلميذ كيكون غير كيسمع وكيعاود، يعني دوك الريبيتيشن، يعني دوك الدريلز يعني ديال الريبيتيشن، سبستيتيوشن دريل، ريبيتيشن دريل، لانك كتبازا على البيهيفير او كتانسبيرا من البيهيفيرز اللي كتقول لك باللي الهابيت خاصها تفورما عن طريق الرينفورسمنت اند ريبيتيشن. اذا انت الاوديولينغوال ميثود ما عندهاش علاقه باليوس اند فورم. We have competency based instruction ولا competency based approach. هذا حتى هو واحد الابروتش اللي كيركز ليا على البناء ديال المهارات الواقعيه. مهارات واقعيه، المهارات زعما اللي كتحتاج في الحياه اليوميه. كنوجدوا التلميذ ماشي غير باش يهضر، ولكن how to perform in society, how to do things in real life. يعني كتكون حتى الاسسمنت كتكون كتبازا على tasks اللي كيداروا in real life. اذا حتى هذا it's general, it's broad. فكيبقى لنا the communicative approach. هو the communicative، غير السميه ديالو communicative، عنده علاقه بالكوميونيكيشن اللي هي اليوس. سو في الكوميونيكاتيف ابروتش كيكون الفوكس على الكوميونيكيشن، على الاستخدام ديال اللغه، ماشي على القواعد. راك تقدر تكون كتواصل، ولكن كتكون ماشي اي حاجه قلتيها كتكون كتقولها بواحد الاكيورسي. يعني حنا كنعرفوا بلي كاين فرق ما بين الفلوينسي والاكيورسي. فاش كنقول اكيورسي هي كتكون اكيوريت بزاف، كدوي بالقواعد وبالصغيره والكبيره، ولكن فلوينسي كتكون fluent، كتهضر with ease with comfort، كتهضر يعني effortless، الميساج كيدوز ولكن ماشي بالضروره كتكون accurate. ففي الكوميونيكاتيف ابروتش الفوكس على الكوميونيكيشن، على انك نبيلديو الفلوينسي، نبنيو يعني الطلاقه، ماشي نكونوا accurate. اذا كيبقى الجواب ديالنا هو هذا. alright، دوزو للسؤال اللي موراه. ما عرفتش كتشوفوا هاد الكتابه هذه، الصراحه هاد الامتحان الكتابه ديالهم صغيره، ولكن راني كنحاول ما امكن انني نقرب لكم الصوره. السؤال كيقول the initial focus in this method is on accurate pronunciation so that learners can achieve a native-like fluency in the long run. سو هاد الميثودز هادو the initial focus. فاش كنقول initial بمعنى من البدايه، الفوكس من البدايه كيكون على يعني على سميتو، يعني على accurate pronunciation، يعني كنركزوا بزاف على النطق يكون صحيح 100%. شنو هادشي علاش؟ so that learners can achieve a native-like fluency، باش التلاميذ يقدروا يوصلوا لواحد native-like fluency، واحد الطلاقه اللي كتشبه ديال natives، يعني in the long run هي in the long term، يعني على المدى البعيد. so من هاد الميثودز هادي شنو هي اللي كتركز لينا على النطق من البدايه. صافي غنمشيو نيشان الاوديو لينغوال ميثود، هي اللي كتركز ليا على يعني على البرونسيشن من البدايه. علاش؟ لان من البدايه التلميذ كيسمع، كيكون كيسمع دايالوجز ديال نيتيف سبيكرز. وعلاش قلنا هنايا يعني الفوكس كيكون من الاول؟ لان قلنا حنا الاوديو لينغوال ميثود يعني كتانسبيرينا يعني من البيهيفيريزم،
يعني هذه ماشي داك النوع ديال الميثودز اللي غادي تقول لي الايرورز ار tolerated ولا ماشي مشكل التلميذ يغلط. لا، كتقول لك هذا التلميذ الا غلط خصنا نصحوا ليه ديك الساعه باش ما يبنيناش هذا الهابيت وتبقى معاه هذا الغلط هذا ويولي صعيب علينا اننا نصحوه من بعد. فداك الشيء علاش من الاول كيكون الفوكس على النطق الصحيح. الا دار شي تلميذ مثلا شي خطا في النطق كيتصحح عليه ديك الساعه. اوكي ندوزو ل next question. Which of the following is not a characteristic of active learning in EFL؟ في السؤال ديال قبيله شفنا شنو هو اللي characteristic، شنو هو اللي feature ديال active learning، ولكن دابا نشوفوا اللي which is not. انا ديجا هضرنا على active learning، ديجا هضرنا في علاقه مع passive learning، فقلنا students كيكونوا actively engaged، كيكونوا كيديروا شي حاجه، ما كيكونش غير passive، ما كيكونش غير متلقي. فغادي نشوفوا هنا شنو هما الفيتشرز اللي ما عندوش علاقه بالاكتيف. غنشوفوا الفيتشر اللي غيكون passive. significant reliance on the teacher's explanation. اذا غالبا غيكون الاول جواب الصحيح. significant reliance يعني التلميذ كيعتمد بزاف على الاستاذ ولا على الشرح ديال الاستاذ. اذا هنا التلميذ كيكون passive، كيكون يعني ما كيدير حتى شي effort، كيخصو الاستاذ يشرح له كلشي. فغالبا غادي يكون هذا هو الجواب ديالنا الصحيح. نشوفوا الاختيارات الاخرى. enhanced critical thinking and problem solving. يعني active learning التلميذ كيكون actively thinking، كيحاول يلقى solutions، كيخدم ال critical thinking ديالو. فهذا this is a feature، this is a characteristic. We have improved language retention and acquisition. Of course فاش التلميذ كيكون active هادشي كيعاونو باش انه يقدر مثلا الفوكاب. شنو هي retention؟ هي يكون التلميذ قادر على انه يسترجع المعلومه اللي فايت له قراها. الفوكاب الا تعلم شي فوكاب يقدر يولي قادر انه مثلا الحصه اللي موراها او فاش يشوف داك الفوكاب مره واحده اخرى ولا فاش يحتاج مثلا يخدمه غادي يلقاه واجد عنده في لونغ تيرم ميموري، ماشي مثلا قرات حاجه ولكن نساها. وهذا الشيء اوف كورس باش يقدر يوقع التلميذ كيكون كيدير واحد المنتال ايفورت اللي كيخليه انه يبقى عاقل على المعلومه وتولي تسطوره عنده يعني في لونغ تيرم ميموري ماشي في شورت تيرم ميموري. اذا عندنا the last one developed communication and speaking skills. فاش كيكون التلميذ active debating communicating with peers راه of course كيقدر يبني لنا هاد communication and speaking skills. فكيبقى لنا شنو هو اللي ماشي كاركتيرستيك، هو داك الريلاينس على التيتشر، انه كيعول بزاف على التيتشر. ودابا غندوزو لاخر سؤال في هذا الفيديو هذا، واللي هو what is the primary focus of the direct method in EFL teaching. شنو هو البرايمري فوكس، شنو هو التركيز الاولي والرئيسي ديال direct method in EFL teaching. حنا ديجا قلنا قبيله بلي direct method كتركز ليا بزاف على التارجت لانجويج، بمعنى تدريس اللغه ديال التدريس خاصها تكون هي التارجت لانجويج. علاش هادشي هذا؟ لان الدايركت ميثود كتانسبيرا ليا من الناتشرال ابروتش. والناتشرال ابروتش يعني شنو كيقول لنا بلي راه سكند لانجويج اكويزيشن او لا يعني اكتساب اللغه الثانيه خاص يكون كيشبه الاكتساب اللغه الاولى اللي هي اللغه الام ديالك. يعني الا بغيتي توصل لواحد النيفو زوين خاصك تمر بنفس المراحل اللي مريتي منهم باش انك يعني تكتسب اللغه ديالك الام. وباش تقدر انك تدوز مع هذه المراحل، فاول مرحله هي الاميرجن، هي انك كتكون كتسمع داك اللغه كتكون كاينه في المحيط ديالك وكتسمع ليها لواحد المده معينه، واللي حنا كنسميوه بالكومبريهنسيبل انبوت كما سماه كراشن. يعني كتانسبيرا من هذا الابروتش. داكشي علاش كتقول لك باللي راه the target language هي the only means of instruction. الوسيله الوحيده ديال التدريس ولا اللغه الوحيده ديال التدريس خاصها تكون هي التارجت لانجويج. علاش؟ باش كنعطيو للتلميذ واحد الفرصه باش انه كيسمع ديك اللغه وكيفاميلياريزي الدماغ ديالو بديك اللغه باش انه يقدر من بعد الدماغ كتجي سهله انه يتعلم. كيكون مثلا كيبني دوك الباترنز ديال البرونونسيشن، كيكون واحد الفكره الدماغ ديالو ما كيبقاش يشوف داك اللغه الثانيه على اساس شي لغه اللي هي غريبه. هذا هو البرايمري فوكس ديال دايركت ميثود، using the target language as the only means of instruction. Okay? Nice. هكا نكونوا سالينا 10 questions. Okay الإخوان اللي عنده شي سؤال كاع make sure you connect with me in the comment section.
and let's have a discussion about it. و again نولي نذكركم بانكم يعني تفاعلوا مع الفيديوهات الا كان هذا الشيء الا كنتو كتلقاو شي فاليو شي افاده من هذا الشيء هذا، يعني ما ترددوش باش انكم تبينوها لا في اللايكس لا في الكومنت لا في الشير لا في اي حاجه. وهذا مكان see you ان شاء الله في next video.